بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هتكلم على الهجوم الأمريكي على المسلمين وعلى الإخوان المسلمين بالأخص. هجوم شنيع جدا. يعني الأول ابتدوا بوضع الإخوان على قائمة الإرهاب قبل ثورة 25 يناير خوفا من أي احتمال لأي ثورة تحصل ولا أي حاجة، عشان يمنعوا الإخوان المسلمين من ان هم يتحكموا في مصر مرة تانية. ثم بعد كده دلوقتي اصبح هجوم تاني غير مبرر على المسلمين عامة وعلى الاخوان المسلمين بالاخص. طبعا شيء خرافي اللي بيحصل دوت. مفيش اي سبب، مفيش اي حاجة، مفيش اي دليل على اي حاجة مثلا من الاخوان المسلمين او حتى المسلمين عامة يعني. ولكن الخطأ كله أنا أرجعه على الإخوان المسلمين. قدامكم خيار من اتنين. الخيار الأولاني هو أنكم تقوموا باستخدام الوضع القانوني، هو رفع دعوى قضائية في أمريكا وفي الدول الأوروبية وفي روسيا وفي الصين كمان، في الدول العظمى زي ما بيقولوا. رفع دعاوي قضائية على ترامب وعلى الأعضاء الكونجرس اللي اتكلموا في حق المسلمين، والتهم ديت اللي استخدام السلطات والإرهاب. أنا معرفش يتسمى ايه، إرهاب ايه، استخدام سلطتهم في الإرهاب فعلا. يعني لازم يكون فيه دعاوي قضائية، لان ما عندهمش اي دليل خالص. كل اللي بيتكلموا دول هم مجرد كلام، ومش بس عشان يعملوا تتويه على إدارة ترامب اللي هي اللي خلاص خرفوا بشكل رهيب جدا. وبدل ما كان الفيديوهات والملفات بتاعت إبستين ديت كان المحطوطة عشان تخليهم بالفعل يحاربوا غصب عنهم، يبقى في حرب على إيران كتهديد ليهم. ولكن لما اتكشفت الأسماء والحاجات دي كلها، وأعتقد إن ده كان شيء غير موجود في الخطة اللي هم عاملينها، يعني كان شيء مفاجئ ليهم جامد جدا. فبالتالي حصل تذبذب وانهيار في خطتهم بشكل رهيب جدا. اصبحوا في موقف لا يحسد عقباه يعني. فالاخوان المسلمين هنا قدامكم حل من اتنين. الخيار الاول هو الخيار القانوني، ان انتوا ترفعوا دعاوى قضائيه زي ما قلت لكم. اعتقد بالنسبه لكم الامر مش موضوع مش صعب، يعني توكلوا محامي عشان يرفع دعاوى قضائيه عليهم، وده استخدام الشكل القانوني بان انتوا تكشفوا الفظائع والارهاب الامريكي او اداره ترامب. لان على الاحداث اللي حصلت اخيرا دي واضح ان في ناس لسه بتحب امريكا. انا كنت مستضعف الاحتمال ده، لكن في ناس بتتكلم في حق امريكا، وفعلا في ناس بتحب امريكا ويعني عندهم وطنيه. انا كنت شايف ان الموضوع ده صعب قوي، يعني عايشين في لا مبالاه وخلاص. لكن واضح ان في ناس فعلا بتحب امريكا كجزء كدولة. حتى انا بالفعل رغم ان حطيت الاحتمال ده وقلت الاحتمال ده في الفيديو اللي فات او اللي قبليه، مش متذكر بقى، لكن كنت حاطه بشكل ضعيف جدا يعني. ثانيا الاسلوب الامريكي واسلوب الانجليزي الامريكي الصهيوني في وضع الناس عن طريق استخدام الكلام، والكلام ده اللي قلته قبل كده فظاع بصراحة. هم عندهم براعة رهيبة جدا في الضغط بالكلام فقط، حتى من غير حرب، يعني قبل اي استخدام للحروب بالكلام بس. عندهم قدرة جامدة جدا على تخويف دول ووضعها في حالة يأس وخوف بشكل رهيب جدا. يعني الوضع النفسي بيعرفوا يسيطروا عليه عن طريق استخدام الكلام وعن طريق استخدام الأوضاع. حتى اخرها وصول القوات الامريكية للشرق الاوسط بشكل كبير جدا. الاستخدام الصهيوني
والجيش بتاع امريكا وقائد القوات المركزيه الامريكيه مع مش عارف رئيس الاركان الصهيوني. كل الحاجات دي كلها من ضمن الضغوط النفسيه الرهيبه جدا يعني. بصراحه انا عايز الناس تتعلم. اسف. الناس العاديه، ما بتكلمش على اجهزه المخابرات، يعني روسيا ولا الصين ولا مصر ولا ان كانت الدول اللي هي القديمه اللي عندها قدره، فرنسا اللي كان او اللي عندها اجهزه مخابرات قديمه. هم دول الدول الوحيده اللي ممكن يفهموا الموضوع ده بكل سهوله يعني. ايضا ممكن امريكا تستغل الفوضى ديت او الاسلوب دوت في ضرب دوله تانية، مش لازم ايران يعني. ممكن يكون في هجوم على دول تانية ومجرد الموضوع يكون مجرد حوار ابن كلب يعني. ايران وضعها صعب يعني، ما فيش كلام فيها، ولكن هي برضو تمتلك من الاسلحه وده واضح جدا جدا يعني. وسبق حذرت الجيش المصري وقلت له ان يبقى في حاجات احتياطات، يعني فين الاحتياطات اللي بتحطها على قدر الله لو في ضرب؟ ما خلاص هم اتعلموا من اللي حصل في العراق، فعارفين ان هم لو حصل حاجه فخلاص يا قاتل يا مقتول. فممكن يكون في استخدام لصواريخ تكون نووية أو بيولوجية أو كيميائية أو أي حاجة من في. هل في مصر الجيش المصري بتاعنا اللي أنا حذرته قبل كده إنه ما يستهينش بالموضوع دوت بالفعل، حتى لو كان في إيه هيحصل، لو 1% بس إن ممكن حاجة زي دي تحصل. هل عندنا سينا عندنا ممكن غير الكيان السني مالناش دعوة، بيبقى خلاص هو طلب ساعتها بقى طلب القرف لنفسه فهم أحرار يعني. هل في مصر هنا عاملين حماية للموضوع دوت؟ ايه الحل؟ تحموا الناس ازاي؟ طيب نيجي للخيار التاني للاخوان المسلمون لو ما استخدموش الاسلوب القضائي والفضائح، وده معناه ان هم عايزين يفضلوا كاخوان مسلمين او كجماعة اخوان مسلمين. الاسلوب التاني هو الاسلوب السياسي، استخدام السياسة بذكاء بقى. وده براحتكم عشان ما تقولوش ان انا الاسلوب اللي انا هقوله ده، ما تقولوش ان انا عايزكم تعملوا كده، انا الاختيار ليكم انتوا، لكن انا عايزكم تفكروا بذكاء وتتعاملوا مع الكلاب دول باسلوب ذكي شويه. الاسلوب التاني هو ان انتوا تتناحوا تماما، تلغوا حاجه اسمها اخوان مسلمين خالص، وترجعوا ان انتوا مجرد مسلمين نتبع سنه النبي عليه الصلاه والسلام. وده الاعلان دوت هيخوفهم ويحطهم في موقف رهيب جدا. مفيش حاجه اسمها اخوان مسلمين، خلاص لغوها والغوا الموضوع ده، خلاص انتهى. انا ما بقولش تعملوا كده، انا بقول لكم ده خيار تستخدموه. ساعتها ان هم هيخافوا بالفعل، لان هيبقى مفيش حاجه قدامهم ظهر ان هم يتكلموا عليها اولا او يستخدموها ثانيا. ولكن هيبقوا عارفين ان في جماعه في الخفاء او ما شبه ذلك يعني. وصدقوني اقسم لكم بالله والله يعني، هو الموضوع لما يكون ظاهر قدامهم عندهم افضل من يبقى في حاجه هم مش عارفينها وما يعرفوش حاجه عنها. فهنا الاستسلام الظاهري يعني، وده هيرعبهم اكتر. الناس دي عايزه تشوف الواقع والمعلومات، اهم حاجه عندهم عن كل الحقائق. لو اختفت الحقائق يعيشوا في رعب اكتر. واخيرا الجيش الامريكي او امريكا ما تقدرش تحارب ابدا على فكره بجنود، خلاص هم اتعلموا الدرس. جنود ويخشوا في قتال ده معناه دمار القوات الامريكيه، ولكن هم قدرتهم كلها على استخدام الاسلحه من بعيد لبعيد. تمام، اسلحه بقى باليستيه او الطيارات F-35 الشبح دي ولا اسمها ايه، فدي قدرتهم الوحيده. فما يجيش حد يقعد يقول ان هم ما جيش لا مش عارف ايه هم فشله بامانه يعني. لا اله الا الله. فده الاسلوب التاني اللي ممكن يتوجه اليه الاخوان المسلمين باسلوبهم بقى. انا ماليش في السياسه قوي يعني، انا بدافع عن ديني وخلاص، ما عنديش حاجه تاني. وزي ما قلت قبل كده اني انا كمسلم لازم عليا ان انا احمي المسيحيين في ارضنا في مصر، ان هم اخواتنا في بلد واحده. وانا كمسلم مؤمن بالمسيحيه ومؤمن باليهوديه ومؤمن بكل الاديان السماويه. تمام. انما على غير اي حد تاني ما عندوش الحته دي. قلت اليهود ما عندهمش ايمان بالمسيحيه، المسيحيه ما عندهمش ايمان بالاسلام، انما انا كمسلم والمسلمين الوحيدين اللي يؤمنوا بالمسيحيه وباليهوديه وباي دين انزل من عند ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك فان الدين عند الله الاسلام. ده مش كلام، ده عقيده.
آه واضح كمان ان هما باسلوب الهجوم على المسلمين مش مجرد هجوم كده عادي المرة دي، في اسباب خفية وفي محاولة ارعاب الناس. فانا قلت لكم قبل كده يا جماعة يا مسلمين يا من تشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، احنا عارفين ان الدنيا هتقلب في ديننا، مؤمنين الدنيا هتتقلب والشمس هتطلع من الغرب ويأجوج ومأجوج وحوارات احنا عارفين الكلام ده، ولأننا نؤمن بالله سبحانه وتعالى فاحنا خلاص الأمر مسلم به، ولكن نعمل بالأسباب. لكن مش هنخاف لا من حرب ولا من دين. أصل هو يعني أنا لو هموت دلوقتي فأنا هموت دلوقتي، حد هيقدر يأخر موتي؟ مفيش. نفس الكلام لكم كلكم. فأنتوا أمنوا بالله، يعني أمنوا، يعني افتكروا الموضوع ده. ربنا سبحانه وتعالى يغفر لي ولكم ويرحمني وإياكم. آه أنا مش عايز إن أنا أتدخل في السياسة هنا. آه مش عايز أجيب سيرة مصر، لأن الأذى اللي أنا بشوفه في مصر هنا هو كبير جدا جدا جدا، محدش هيتخيله ومحدش هيصدقه. تمام. والتجارب اللي بتحصل في أمريكا أو كانت بتعملها في أوكرانيا أو في غيرها، مش عايز أجيب سيرة مصر. أنا لو رغم إن أنا إنسان غلبان وضعيف جدا ولا حول لي ولا قوة إلا بالله، اللي ربنا عطيني القدرة إن ممكن أحط أي حد في مشكلة بالكلام، ومع ذلك في اللي هياخد كلامي وهيسمع كلامي دوت وهيدور وراه هيلاقيه صح. يعني مهما هقول من كلام، اي جهاز مخابرات هيستخدم كلامي ده او يحلله هيكتشف ان كلامي صح غصب عنه مش بمزاجه. تمام. دي موهبة ربنا سبحانه وتعالى عطاها لي، ومحدش بقى يسألني ازاي. آه انا بقول للناس كلها اتعلموا بجد. خد القدرة اللي عند الامريكان والانجليز والصهاينة في اسلوب كلامهم، ازاي بيستخدموا الكلمات والضغوط النفسية للتخويف. اتعلموا الموضوع ده عشان تردوا ليهم، عشان يتعاملوا كبشر عاديين. هما ناسين ان هما بشر، وبدل ما يستخدموا السلام بجد بيستخدموا العنف والمكيال بمكيالين مع اي حد. تمام. انا لغايه الان مش عايز ان انا اتدخل في اللي ماليش فيه، كل ده انا ما بتكلم ببساطه جدا جدا يعني. مش عايز ابقى عنيف بجد. وعنيف هنا في مصر هم عارفين. انا لغايه الان متماسك رغم ان هم يعني حتى انا كلامي النهارده هم عارفين هم بيستغلوني بشكل رهيب جدا جدا جدا، لكن انا بقول لهم انتوا بتستغلوني بمزاجي، وكل حاجه وليها وقتها، وانا حقي وهاخده. انا عارف ان انا هموت في السجن، هتسجن مش عشان انا بقول الكلام ده على فكره، انما الحوار ان انا هعمله. عارف اني هتسجن وعارف اني هموت في السجن، ولكن بمزاجي بفضل ربنا سبحانه وتعالى انه بمزاجي، وان شاء الله هموت شهيد باذن الله تعالى. اللي دخلوني بقى في الحوار في مصر هنا ده ليهم حوار تاني، يعني ايا كان اللي دخلوني في السياسه ودخلوني في اللي ماليش فيه ودخلوا نفسهم في اللي هم ملهمش فيه. فهنا اصلا الموضوع ده عايز تحقيق. فانا ازاي مثلا انا لو قلت لكم ان في دول هنا في مصر استخدموا دول عشان يحاصروا واحد غلبان زي انا، يعني هي خيانه من كل شكل من الاشكال يعني. فبس انا مش عايز اتكلم في المواضيع دي حاليا، يعني كده كده هتيجي وقتها وانا في السجن بقى وانا في اي حته هيبقى الموضوع كبير شويه. ف انا عايز اعيش في سلام في حالي. بقيت الايام خلاص 49 سنه وبقالي سنين محطوط في حوارات بنت كلب، وعمال الف بيمين وشمال عشان اعرف مين ابن العرس، ابن الكلب اللي دخلني في الحوارات ديت هو وعصابته، بحيث ان انا اعرف افضحهم. لكن موضوع ان الواضح ان الموضوع كبير، ومش بس تعاملات بين مصر واسرائيل وامريكا وحوارات الفاشله دي كلها، في حوار كبير. انا من الصعب ان انا هعرف يعني عشان اجيب واحد عليهم 2 و3 و4 و5 وحوار ابن كلب. لكن ربنا سبحانه وتعالى مقدر لي ان انا انتقم او حق ابويا وامي وحياتي اللي اتدمرت وعمري اللي راح هيحصل، ولو ما حصلش في يوم من الايام هاخد حقي
بإذن الله تعالى. احنا في أول يوم رمضان عندنا في مصر، وربنا المستعان، كل سنة وانتم طيبين. بقول للناس اتعلموا فوق. ان شاء الله النصر للحق وللسلام، وعشان كده النصر للمسلمين بإذن الله تعالى. بدعو الرئيس الروسي بوتين انه يتدخل بقوة كبيرة كمان، مش بقوة عادية. يعني آن الأوان خلاص إن الدنيا فعلا تتقلب، يرجع السلام يعم على العالم كله، وده مش هيبقى بسهولة، أنا عارف مش هيبقى بسهولة. وبدأ برضو الرئيس بوتين إنه يتدخل في الصين. أنا مش عايز أتكلم عن الصين وعن المسلمين في الصين حاليا، يعني لأن من ضمن اللي أمريكا والهجوم دوت هو استغلال النقط ديت على فكرة، يعني عشان كده أنا مش عايز أتكلم عن الحاجات دي. يعني أنا عارف مسبقا إن هم هيعملوا كده، ان هم فاكرين نفسهم عباقرة، فاكرين ان هم اللي بيتحكموا بالكلام في الناس، يعني للاسف. لكن انا ارجو من الرئيس بوتين ان هو يتدخل بجد في الصين، يفهم بس الوضع دوت ووضع الروهينجا، ومين فيهم، مين اللي اتدخل المسلمين في الروهينجا او في الصين في الحوار ده، لان هي حرب على المسلمين من الناحية الامريكية الصهيونية، او هو حوار يعني بس عشان يبقى حرب على المسلمين في الظاهر، انما هو حوار خبيث، ما عندهمش دين اصلا. هم لا ليهم دعوه ولا مسلمين ولا مسيحيين ولا يهود ولا اي حاجه خالص خالص على فكره. فهي مؤامره كبيره جدا. ولكن انا اللي هقدر اعمله دلوقتي حاليا انا بدعو الرئيس بوتين ان هو فعلا يتدخل ونشوف الموضوع ده. انا مهمتي كواحد غلبان حاليا ان انا ادافع عن اي مسلم او حتى صاحب اهل ديانه سماويه مسيحيين ظلم في اي مكان، هدافع عنه ان شاء الله تعالى. يا ريت الرئيس بوتين ان هو يتدخل ويشوف الموضوع دوت، ويشوف مين اصلا في الصين اللي عمل كده، لان هو ممكن تكون في خيانه في الصين كبيره جدا يعني. وفي حاجه تانية انا مش عايز اتكلم عنها حاليا عشان محدش يفهمني غلط ومبقاش سبب في حوار تاني يعني. وبخصوص الاسلحه بس انا مش هتكلم عن الموضوع ده خالص. تمام، بعدين ان شاء الله ربنا يحقق النصر، ساعتها هتكلم عن الموضوع ده وهقول الموضوع ايه بالظبط. السلام عليكم.